سلام حبايبي، فيديو جديد ويوم جديد مع سافر مع سامح. النهاردة هاخدكم معايا رحلة جديدة ومغامرة جديدة في زيارتي لمدينة فينيسيا الإيطالية. هي في الشمال الإيطالي. أنا أقمت في ميلانو، والفندق بتاعي ومقر إقامتي مدة 3 أيام في ميلانو. ومن ميلانو هركب القطر وهروح فينيس. طبعا ما انساش اقول لكم نصيحه مهمه قوي اللي بقولها دايما. انا حاجز تذاكر القطوره بدري، فده اللي بيخلي تمن التذكره تبقى ارخص من لو حجزت قبلها بيوم او باسبوع او بشهر. كل ما يبقى بدري كل ما تاخد الاسعار بتاعت القطوره ارخص كتير. حجزت القطر السريع اللي هو من ميلانو لفينيسيا في ساعتين. لكن هنا لكم خبر وحش جدا جدا جدا. للأسف الشنطة بتاعتي اتسرقت. كان معايا شنطة، والشنطة دي كان فيها حاجات قيمة جدا بالنسبة لي، حاجات غالية. والشنطة اتسرقت وأنا راكب قطر هو الأغلى في إيطاليا، هو الأسرع في إيطاليا، هو المفروض القطر الكلاسي اللي في إيطاليا. اتسرقت مني الشنطة، ولأني معايا باسبور أمريكاني قلبت المحطة وقلبت الدنيا على دماغهم. في الآخر قالوا القطورة الكاميرات اللي فيه مش شغالة، واللي على المحطة الكاميرات مش شغالة. فطبعا اتصلت بالسفارة بتاعتي، ردت عليا في قنصلية في روما، وفي السفارة في روما، في قنصلية في ميلانو. طلبت اتكلم اللي في ميلانو، قالت لي إيه انت مش في امريكا، انت في روما، فما فيش انشورنس يعوضوك عن الحاجة اللي اتسرقت منك، والكاميرات مش شغالة. فما فيش في ايدينا اي حاجة نعملها. واللي عرفته بعد كده ان ده الضباط هناك بيبقوا كسالى، وان المافيا الايطاليه بيمشوا الشباب بتوعهم والصبيان بتوعهم في المواصلات العامه يسرقوا، يقدروا يسرقوا عليه، والضباط هناك بيقفوا يتفرجوا. يمكن انا الضباط اتحركوا وجالي الكوماندا بتاعهم، اسمها كوماندو بالايطالي، حتى جالي بنفسه عشان انا معايا باسبور امريكاني، وقدموا لي كل المساعده الممكنه الا حاجه واحده، انهم يرجعوا لك حاجتك. لكن القنصليه قالت لي لو باسبوري كان اتسرق في الشنطه دي كانت تبقى ديفرنت ستوري، كان لازم الباسبور هيرجع. يعني ما معناه الضباط هيتصلوا بالعيال يقولوا خدوا كل حاجه ورجعوا لنا الباسبور. طيب، فخد بالك وانت في ايطاليا، خد بالك من حاجتك. واتمنى لو الفيديو عجبك هنا في زياره فينيسيا انك تدوس لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس، واشوفكم في فيديوهات تانية. ما تنسوش تستمتعوا في حياتكم. سافر مع سامح. فينيس من هنا هنركب مركب نروح للضفة الناحية التانية عشان نروح المدينة الرئيسي اللي هنا اسمه سان ماركو. ده ما ينفعش تروح مشي، لازم تركب حاجة تعديك. استخدمت الGPS عشان يجيبني هنا، لولا كده ما كنتش هعرف أبدا. والله بتاع المرفأ هنا. يس، أنا في المركب دلوقتي، والمركب رايحة بينا الناحية التانية. الجندور رايح بينا بر تاني. Right, you can look at me. Timothy. I've got the fire up. Chopped up from that stuff. الشوارع بتاعتنا طبعا زحمة جدا، وده مش الموسم السياحي لدرجة أنا مش عارف ألف بالكاميرا ده اللي أنا فيه هنا. شوارع
so those come out. I'd press start. دي شوارع فينيس، وبيقولوا كده مفيش سياحة ومش زحمة والدنيا هادية خالص. ده بيازا بتاعت سان ماركو في فينيسيا، ودي كنيسة سان ماركو ماري مرقس، وفيها قبر ماري مرقس، ودي جه فيها بابا تاودروس وصلى على قبر ماري مرقس. ودي البلازا او البيازا اسمها بالايطالي اللي هو السكوير يعني. Yeah, Cinque. you have to balance away. مع الجندول. Are you able to move a little bit forward? Yes. Are you Can do. balancing? I'm trying. I can't promise, but I'm trying. I should have eaten more or less. Oh, I'm gonna try to do my best to save your life. Okay, I'm gonna put my life for you. Don't worry. all right. So we're on a gondola bus. Dietro le mani, hand inside. Hand inside. Hand inside. Hand inside. Hand inside. No. الجندول. ماشي بينا في البحيرة. الجندول. This is the leader I want to save a life. Is that how you're going to save a life? Ah, I give you promise, yeah. So far, I keep my promise. Have you ever had a tourist fall in the Grand Canal? No, first time. All the time. Oh, wow. But I will be back for sure, yeah. I like it.